اليوم نتكلم عن كلمة موطة المشهورة بالعراق والتي تعني الآيس كريم بطعم طفولة جميل جدا القديمة والمحبوب شعبيا. كلمة موطة ليست عربية فصحى، لكنها دخلت اللهجة العراقية من الاحتكاك الثقافي والتجاري قديما مع الشعوب المجاورة للعراق آنذاك. تعود أصل كلمة موطة إلى اسم رجل إيطالي يدعى أنجلو موتا صاحب شركة موتا الغذائية، حيث دخلت هذه العلامة التجارية إلى العراق في الستينات، فأصبح الاسم يطلق على المنتج نفسه. كلمة موطة يرجح أصلها أجنبي مرتبط بالمثلجات، وانتقل اللفظ للعراقيين بسهولة عبر الباعة المتجولين بالمدن الشعبية القديمة آنذاك. قديما كانت الموطة تباع بعربات خشبية بسيطة وتكون رمز فرح للأطفال بالصيف العراقي الحار داخل الأزقة والأسواق القديمة. كلمة موطة أصبح دارجة لأن نطقه سهل وخفيف ويتناسب مع اللهجة العراقية اليومية بالمحادثات الشعبية السريعة جدا. العراقي استخدم موطة بدل آيس كريم لأنها أقرب للسانه وأدفأ اجتماعيا وتعكس بساطة الحياة الشعبية بالعراق قديما وحاضرا. موطة ليست مجرد حلوى بل ذكرى مرتبطة بالدراسة والعطلة والضحكة البريئة وأيام الصيف الطويلة بشوارع الأحياء الشعبية القديمة. بعض كبار السن يتذكرون الموطة بنكهات بسيطة بدون إضافات أو تعقيد لأن الإمكانيات كانت محدودة والفرح بسيط وصادق. مع الوقت أصبحت موطة كلمة هوية تميز العراقي عن غيره لغويا وتدل على بيئته الشعبية وذكرياته اليومية المشتركة. حتى اليوم عندما تقال موطة نشعر بدفء خاص ليست موجودة بكلمات ثانية، لأن الكلمة مرتبطة بالطفولة والفرح والبساطة. كلمة موطة انتقلت شفهيا بين الناس ولم تدخل القواميس الرسمية، لكنها ترسخت بقوة داخل الذاكرة الشعبية العراقية الجماعية. العراقيين لا يهتمون بأصل الكلمة بقد ما يهتمون بإحساسها عندما يقال وتذكر بأيام بسيطة وحلوة وصيف جميل قديم. لهذا تبقى كلمة موطة مستخدمة رغم تطور المصطلحات ودخول كلمات جديدة، لأن الذاكرة أقوى من التغيير اللغوي السريع. موطة مثال حي على اللهجة العراقية كيف تحتفظ بالكلمات اللي تحبها وتورثها من جيل إلى جيل بدون قصد مباشر. الكلمة انتشرت بدون إعلام فقط من خلال الحياة اليومية والسوالف والبسمة والباعة المتجولين وأصواتهم بالشوارع القديمة العراقية المعروفة. حتى الأطفال اليوم يستخدمون موطة بدون ما يعرفون قصتها القديمة، لكنها تستمر لأنها كلمة سهلة ولطيفة ومحبوبة جدا. الجميل بالكلمة أنها تجمع الطعم والذكرى واللغة واللهجة والطفولة والبساطة والهوية العراقية الشعبية الأصيلة القديمة الجميلة المتوارثة. موطة تثبت أن اللهجة مو بس كلام بل ثقافة كاملة تنحفظ عبر الكلمات اليومية البسيطة والمواقف المشتركة بيننا. من كلمة موطة نفهم كيف العراقي يصنع خصوصيته اللغوية من حياته اليومية بدون تكلف أو تعقيد أو تصنع. إذا سمعت الكلمة أعرف أنك داخل أجواء عراقية أصيلة مليئة بالذكريات والضحك والطفولة والبساطة والناس الطيبة والصدق الجميل. وهكذا تبقى موطة كلمة صغيرة تحمل تاريخ، طعم ولهجة وهوية شعب وذاكرة جيل وصيف عراقي لا ينسى أبدا. انتظروا منا المزيد من معاني الكلمات باللهجة العراقية. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. في أمان الله.